تاني حاجة بقى امتى استعمل ده وامتى استعمل ده. نبدأ بأول حاجة وهو الار جي بي. لو كان تصميمك مخصص للسوشيال ميديا او العرض على شاشات زي شاشات التلفزيون او الموبايلات او الكمبيوتر او اللابات او غيره، كمثال مثلا الصور الرقمية او تصميمات السوشيال ميديا، يبقى لازم تستخدم كلر مود ار جي بي، واياك تغيره. وده لان الشاشات بتستعمل الكلر مود ده في عرض المحتوى اللي بتعرضه عليها، سواء اي محتوى بتعرضه عليها هي بتستخدم الكلر مود بتاع الار جي بي عشان تعرض لك المحتوى ده. انت تستعمل كلر مود سي ام واي كي بقى لو كان تصميمك اللي انت بتصممه ناوي تطبعه او تعيد انتاجه فيزيائيا، يعني يكون ملموس وتمسكه بايدك، فلازم تستعمل كلر مود سي ام واي كي. وده زي البروشورات واليافطات اللي في الاعلانات والكروت الشخصيه، يعني من الاخر كده اي حاجه هتطبعها لازم تستعمل كلر مود سي ام واي كي. في بعض الطبعات بتستخدم كلر مود مختلف غير السي ام واي كي، وممكن تطبع عليها ار جي بي عادي، لكن الطبيعات دي بتبقى غاليه جدا وقليله ونادره.